السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف كده أجمل الجميلات في الترمس، في حلاوة الترمس وجمالة الترمس وفوائده كتير لأمراض السكر والرجيم كمان يا بنات. والله العظيم لو كلت ترمس من بالليل هتشبعي وتحسي انك انت مالكيش نفس انك تاكلي، وجميل جدا. ولو حطيتوا له شوية كمون كده قولوا لي ايه رأيكم. يلا اللي داخل على القناة جديد وأول مرة يا ريت يدوس على زرار الجرس وكلمة الكل ويعمل اشتراك، واللي أول مرة برضو يشوف القناة بتاعتي يعمل جولة كده حلوة كده ويشوف ايه، يقول لي ايه رأيه في القناة. وجزاه الله خير، وما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو. شايفين والله المية دي بشربها أنا يا بنات، بشربها شرب في منتهى الروعة. شايفين شوية الليمون، جميل جمال وحلاوة. دي طبعا مش بس ان احنا نعملوها في الاعياد، على طول على طول اعملوها، استفادي بيها هي الحمص. مرة هعمل لكم برضو اكلة حمص حلوة، برضو بعملها بالايه بالفتة وحلوة. يلا بينا. هنعمل ايه؟ هننقع شوية الترمس دول، بس نغسلوهم غسلة حلوة. هنقعها 24 ساعة، يعني نقعتها من بالليل لتاني يوم بالليل، من بالليل لتاني يوم بالليل يا بنات، من بالليل لتاني يوم بالليل. شايفين؟ وبنقيه طبعا وهروح اغسله. عايزه تنقعيه بميه سخنه انقعيه بميه سخنه، عايزه تنقعيه بميه بارده انقعيه بميه بارده. انا كده هغسله مره واتنين وتلاته، وراح اجيب ميه تاني واحط ميه تاني، علشان هو لما الترمس بيتنقع بيزيد، يعني بيبقى المره تلاته، يعني مره تلاته. اه ادي المره هي التانية. هغسله غسله حلوه، وبعد كده احط له ميه سخنه، هسيبه شويه كده، وبعد كده هغطيه تاني يوم. لتاني يوم ايه هروح غاليه تاني يوم، يعني انا عملت الظهر، تاني يوم الظهر للتاني ايه يوم الظهر. مش شرط عيد، انا مش شرط عندي عيد احب اعمله كده، وايه وازقز فيه بالليل مع شويه لب مع شويه حمص مع شويه فول سوداني ويديها. اهو طبعا نجيب الغطا وننقعها. عايزه تنقعيه ميه مغليه نقعيه، عايزه تنقعيه ميه بارده نقعيه، لان انت بدال ما هتخليه تاني يوم، لكن لو مستعجله على سلقه خليه انقعيه بميه مغليه احسن. بس لو مش مستعجله خليه ياخدها اداو. اهي طبعا احنا حضرنا الحله، ونسيت الحته دي ما اتصورتش، فبعد كده حطيت الترمس وصفيته وحطيته في الحله وحطيت عليه ميه مغليه مش ميه بارده، علشان ما ياخدش وقت في السلق. وبدل ما انت نقعاه لمده طويله، يعني يوم كامل، مش هياخد وقت، يمكن ساعتين بالكتير. ولو عايزه تسلقيه في الحله البريستو ممكن تسلقيه في الحله. على فكره انا في مره سلقت الحمص في الحله البريستو ما خدش، بصي، 13 دقيقه، والله ما خد اكتر من 13 دقيقه. اهي، وطبعا تغيبي وتشيل الريمه، تغيبي وتشيل الريمه. اهي، يعني مش تقولي شرط ان هو الترمس تكليف عيد، يعني صعب عيد رمضان عيد الضحيه، لا، اعملي في اي وقت تستفادي بيه، وبالذات امراض السكر حلو جدا جدا يعني، جميل. وحلاوه ان هو تحطي له بقى البابريكا وتحطي له الكمون وتحطي له تحطي له حاجات كتير جدا يعني، بتبقى ايه بتعمل المعدة يعني. اهي خلصناها احنا، وفضينا المية وصفيناها وشطفناها مرة واتنين وتلاتة لغاية مية ما بردت، فحطيته اهو. طبعا ده انا لحقت شوية دول على فكرة يا بنات، ده لحقتهم، كان جيت اصور، كان بصيت لقيت التتار كان خلص اللي عندنا. فهي ادي هحط كمون، هحط اهو كمون اهو فيها، ماشي، وهحط برضو بابريكا وهحط ملح، واسيبها لمدة ساعة ولا حاجة تاني في المحلول ده، وابدأ اخد منه، لاني انا بحب المحلول ده واحب احط له ليمون واكله. ادينا اهو هحطه كده ببعضيه وهغطيه وهغطيه، مش هاكله على طول، عشان ايه اللون بتاعه وريحة البابريكا كده يبقى ريحة حلوة وجميلة. مم. انا احب البابريكا جدا يا بنات، في الطبيخ وفي كل حاجه يعني هي بتبقى البابريكا المدخنه يا بنات، بحطها في الفول، بحطها في التقليه، بحطها في حاجات كتير يعني، مهما تمشي وحطي بابريكا يعني. سموني انتصار بابريكا.
شوف الطعم، شوف الجمال اهي. هجيب الغطا وهغطيها اهي، وهسيبها لمدة ساعة او 2 في دي، علشان ايه تاخد من المحلول بتاعها. بعد كده اجي ابدأ افضي شوية على قد نفسي في الطبق. انا ايه قلت ايه ان انا ما فكرتش ان انا وريتكم المنظر، فحبيت رجعت تاني المنظر واوريه لكم. يلا بينا بعد ساعة ارجع لكم تاني. يلا اديني رجعت لكم، وهنفضي شوية منهم في الطبق واحط عليها ليمونة وملح علشان اي غازات ما تتعبش معدتك اهي. يلا كده يا اللي حلوة يا اللي جنبيك انت، الفيديو كده صغير وعايزينه يوصل ل100,000 مشاهدة، عايزين مشاهدات حلوة ولايك حلو وكومنت حلو. قولوا لي انتوا بتعملوا ايه في الترمس، بتعملوه ازاي واي طريقته، لو ليه اي طريقه قولي لي. وما تنسنيش كده في الكومنت حلو كده. وانا بحب اشرب الليمون، وبحب اشرب اللي هي العصير الليمون احطه عليه، والميه اللي انتوا شايفينها البابريكا دي احب احطها جدا انا واشربها شويه. تنسونيش كده في اللايك وكلمة مشجعة، وما تشيلي، حطي يدك على خدي كده وشيلها وحطي لايك على يدك اليمين. يا والله ما هتخسري حاجة، والله ما هتخسري حاجة. وما تنسيش اديني بفكرك، يلا كومنت حلو كده وكلمة حلوة كده والاشتراك. واللي بيتابعني قولي بيتابعني من فين. واحب اشكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيكتب لي كومنت، جزاه الله خير. استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. السلام عليكم، باي باي.